مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب ان شاء الله تكونوا كويسين كلكم بامر الله. النهارده هكلمكم عن تحفه من تحف الصيدليه، بس مش القديمه بقى، هو تطوير للقديم ويفوق القديم بمراحل. كريم تحفه التحفه. هنخش في المفيد على طول بقى، مش هنقعد نرغي. هو كريم اسمه هيبتا كرباميد. نسبة اليوريا فيه 10%. ده بيختلف، ان هو اول حاجة ان هو بيعمل اصلاح مكثف للبشرة الجافة والمتقشرة المصحوبة بحكة. تمام. هو بيختلف عن الكرباميد في ايه؟ اللي هو الكرباميد العادي هو يوريا بس 10%. تمام. ده بقى متضاف له فيتامينات ومتضاف له مواد تانية، مادة الارجين. ثواني، هوضح لكم في الكاميرا كده. اولا انا عايزه اوريكم المكونات بتاعته اهو. يحتوي على مزيج من حمض اللاكتيك ولاكتيك الصوديوم الذي يساعد على الحفاظ على التوازن الطبيعي لبكتيريا الجلد النافعة. تمام. وبيحتوي برضو على مادة الأرجينين. دي وظيفتها ان هي بترطب وبتلطف الجلد. تمام. وفي فيتامين او يغذي برضو البشرة ويكسبها النضارة والنعومة. وفي اللاكتيك اسيد اللي انا لسه قايله عليه من شوية، ده بقى وظيفته ان هو بيقشر البشرة وبيساعد على توحيد لونها. واليوريا الوظيفة بتاعتها ان هي بترطب وبتنعم البشرة بعمق وبتساعد على التخلص من الجلد الميت. ودي حقيقة فعلا، الكرباميد العادي مفهوش غير المادة دي تقريبا. ويعني من تاني مرة بتحطيه على رجلك بتختفي التشققات. ده بالنسبة للكرباميد العادي. انما ده آه، حاجة تانية خالص. حاجة تانية خالص حرفيا. ان الكرباميد ده مجرد ما بتحطيه من اول مرة، يعني بشرتك لو متشققة فيها قشور بالبلدي كده خشنة جدا، من اول مرة بتلاقي بشرتك اتحولت 360 درجة في حتة تانية خالص. حتى برضه هو مكتوب عليه، يعني انا هقول لكم اللي انا لقيته منه ومش هقول لكم اللي انا ما لقيتوش منه، عشان انا ما لقيتش منه حاجة وحشة. انا لقيت منه كل حاجة جميلة جدا وتفوق اللي هو مكتوب عليه. تعالوا نقرا مع بعضنا كده. يقول لك هيبتا كرباميد كريم يوفر العناية المثالية للبشرة شديدة الجفاف والخشنة والمصاحبة بالحكة، عفوا المصابة بالحكة. هيبتا كرباميد كريم يتكون من مزيج من اليوريا والأرجينين، والذي يمتاز بقدرته العالية جدا على امتصاص الماء والاحتفاظ بالرطوبة في المناطق الأكثر جفافا من الجلد. تمام. ويحتوي برضو على مزيج فائق من الزيوت والذي يشكل طبقة حماية ووقاية للجلد. تمام. المتشقق والجاف، يساعد على إزالة، ثواني كده عشان ابقى واضحه برضه ومتابعين معايا، الكرياتين الزائد وخلايا الجلد الميته. تمام. ده اللي مكتوب عليه. اللي انا شفت اولا عشان قبل ما انسى، هو سعره، هو حجمه 50 جرام. سعره كان 39 جنيه. ده اللي مكتوب عليه. اللي انا بقى شفته منه يعني اكتر من كده بكتير. عايزه اقول لكم كلمه السحر دي قليله جدا. مجرد ما هتحطيه مثلا على ايديكي لو ناشفه من غسيل المواعين، انا هقول لكم على استخدامات بسيطه من كذا استخدام ليه. يعني انت لو حطيتيه على ايديكي بعد غسيل المواعين بتحسي ان ايديكي مترطبه بشكل فظيع، نعومه تاني ما شفتهاش قبل كده. رجلك لو مثلا بتلبسي كعب او رجلك بتبقى ملامسه للارض، في تشققات في حاجه زي كده، بتلبسي بتحطي اسفه بتدهنيه على رجلك وبتلبسي شراب عليه، على تاني يوم حرفيا من اول مره بتلاقي رجليك اتحولت 360 درجه. طبعا ده بيتحط على البشره بس
بحذر. لو انتي بشرتك في انواع من البشره، هو اولا ما يمشيش مع البشره الدهنيه، في انواع من البشرات اللي مثلا بتعمل قشور، بتبقى ناشفه قوي، بتبقى مشدوده من كتر النشفان اللي هي فيه، اللي هي بتبقى متعطشه للترطيب، ده بيتحط عليها. وده مش كلامي على فكره، ولا انا بألف كلام من دماغي، اللي مش مقتنع بكلامي او يصدق بيرجع اكيد للصيدلي. تمام. فده اللي اتقال لي من الدكتور، انا بوصل الرساله اللي اتقالت لي من الدكتور، وبوصل التجربه بتاعتي انا بوصلها بكل امانه. كلام الدكتور اتقال كده، وفعلا انا لقيت منه كده، ولقيت اكتر من كده ما شاء الله يعني. وهم ويعني انصح اي حد يجرب الكريم ده، وما شاء الله حجمه كبير على فكره، مش حجمه صغير. يعني لو حسبتي ده مقارنة بسعر الكرباميد مش هنقول كام بقى عشان ده كام بقى خلاص. يعني كان بكام؟ كان بملاليم، دلوقتي بقى سعره ضعف مرة ونص. تمام. ده 50 جرام، التاني كان حجمه 20 جرام. يعني ده 50 جرام، و39 جنيه. ريحته جميلة 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 جدا. يعني بصوا، يعني حاجة كده من الآخر. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. كانت معكم سحر من قناة معكم سحر في المطبخ، وإن شاء الله كل تجربة مفيدة استفدت بيها أو كل تجربة ما استفدتش بيها هطلع أقول لكم عليها. مع السلامة. باي باي.